السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة كده حماتي دخلت عليا بأكبر كرنباية وقالت لي يلا نفسي في المحشي، غدينا محشي النهاردة. وطبعا النهاردة الجمعة اجازة، فقلت يلا ما بدهاش كده نعمل لها المحشي اللي هي نفسها فيه، وهنعمله كده بمنتهى السهولة، مش هياخد مننا وقت ان شاء الله، وهتلفيه بإيد واحدة بمنتهى السهولة. ولو انتي محتارة كده إزاي تخلّصي المحشي بإنجاز، إن شاء الله بعد الفيديو ده هتعمليه وهتبقي محترفة محشي بإذن الله. زي ما أنتم شايفين كده أنا باحب أقطّع الكرنباية بتاعتي، باشيل القلب بتاعها اللي هي الراس بتاعة الكرنباية كده، تقوريها بالسكينة وتطلّعي كل فرخ لوحده زي ما أنتم شايفين. هتنزلي في المَيّة السخنة، طبعًا المَيّة السخنة حطيت لها كده رشة من الملح عشان نملّح الكرنباية بتاعتنا ما تبقاش طعمها دلع بعد ما نحشيها. زي ما أنتم شايفين كده ما اديتها يدوب صدمة وطلعتها حطيتها في المصفى، وهغطيها بالغطا تكمل سوا، انا مش عايزاها تتهري لان طبعا المحشي اليومين دول طالع طري بزيادة، لو انت سويتيه بزيادة هيتهري معاكي في قلب الحلة وانت بتسويه. فاحنا يدوب عايزينه ياخد صدمة كده ونحطه في المصفى بتاعتنا ونغطي عليه بغطا الحلة بحيث ان هو يستفاد من السخونة بتاعة البخار اللي بيطلع منه ويكمل سواه على الهادي عقبال ما احنا كده نعمل الخلطة بتاعة المحشي. وأحلى خلطة محشي إن شاء الله اعمليها بالطريقة دي، هتفيدك كتير. لو انتي مبتدئة كده إن شاء الله تابعيني لآخر الفيديو هتستفادي بكل خطوة هنعملها مع بعض، وطعم المحشي هيفرق معاكي. زي ما انتم شايفين كده أنا قطعت حبة بصل محترمين كده عشان أنا هعمل حبة صلصة كتيرة أشيلهم في الفريزر. حبة هعملهم إن شاء الله النهاردة في الكرنباية، وحبة أشيلهم كده في الفريزر وقت ما احتاج أطلعهم. أنا ما باحبش أقف وقفة المطبخ على الفاضي، باحب أستفاد من كل حاجة وكل وقت. فأنتِ طبعًا بدل ما هتقلّبي حبّة صغيّرين قلّبي بالمرّة. فأنا عملت كده زي ما أنتم شايفين حبّة البصل بتوعنا ونزلت عليهم بحبّة فلفل. طبعًا أنتِ هتعملي حسب الكمية اللي أنتِ عايزاها. زي ما أنتم شايفين كده إحنا مش عايزين نحروقها، عايزينها يا دوب تدبل عشان ما تبانش في قلب الصباع وأنتِ بتاكليها. طبعًا أنا فرمتهم في الكبة لإن الأطفال ما بتحبش البصل وتحب الفلفل، فأنا باحب أفرمهم في الكبة ومش بيبانوا طبعًا في المحشي. هننزل بمعلقة كده من التوم المفروم وبرضه هنقلّب. أول ما تحسي إن هي خلاص بدأت كده تطلّع الدهون اللي جوّه البصل كده هتنزلي عليهم بالصلصة. هنا أنا كنت طبعًا ضاربة حبة طماطم في الخلاط ونزلت عليهم كده، وكان عندي باقي حبة من الصلصة اللي إحنا عملناها قبل كده مع بعض. أنا باحب أحط للصلصة بنجر وأفرّزها في الفريزر، بس كان باقي معايا الحبة الصغيرين دول، فحبيت أحطهم كده على الطماطم بحيث أستفاد باللون بتاع البنجر اللي كنت عاملاه في الصلصة اللي قبل كده. فزي ما انتم شايفين كده هنبدأ نتبل الخلطة بتاعتنا. طبعا هنحط ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة وفلفل احمر، طبعا بيديهم طعم خطير. والتركاية البسيطة اللي احنا هنحطها دي ورقة نعناع كده مجففاهم، انا بحب اجفف النعناع يبقى طازة عندي، باخد ورقة ورقة كده واحطها وقت ما احتاجها. هتفركيها كده وتنزلي على الصلصة بتاعتك وتبدأي تقلبي، بيديها ريحة خطيرة للمحشي الصراحة. النعناع بيدّي له ريحة جميلة وبيدّي طعم كده بيفرق معاكِ. إحنا مش بنحط كتير بحيث إن طعمه ما يبانش وفي نفس الوقت يدّي له ريحة خطيرة إن شاء الله. هنا طبعًا خ سِبت الصلصة بتاعتي تتسبِّك وهابدأ أقطّع الأفرُخ بتاعة الكرنباية زي ما أنتم شايفين كده. حبّيت أورّي لكم خطوة بخطوة للمبتدئين اللي أول مرّة يحشوا محشي أو اللي بيحتاروا في طريقة المحشي وبيبقوا حاسين إن المحشي صعب إن هم يحشوه. لأ، الصراحة الطريقة اللي أنا هاورّيها لكم دي طريقة سهلة وإن شاء الله تعتمديها وهتيجي معاكِ كده، مش هتدّيكِ أي تعب ولا أي مجهود وأنتِ بتحشي المحشي. زي ما أنتم شايفين هتبدئي تقطعي الورقة على نُصّين ونبدأ نقطّع حسب الصباع اللي أنتِ عايزاه. أنا هنا باحب أقطّع الواحدة على 3 قطع كده زي ما أنتم شايفين، هتضبّطي الورقة زي ما أنتِ عارفة، ولو في واحدة مقطوعة خلاص هنستغنى عنها إن شاء الله. أنا هنا هابدأ أخلّص الكمية بتاعتي كلّها وهنبدأ نحشي بطريقة سهلة وبطريقة مش هتاخد منِّك وقت ولا مجهود بإذن الله. طبعًا هترصي كده فوق بعض زي الهرم بحيث إن هو يسهّل عليكِ تاخدي واحدة، واحدة وتبدئي تحشيهم. هنا هنبُص طبعًا على حلة الخلطة بتاعتنا اللي إحنا عملناها، طبعًا الزيوت بدأت تطلع يبقى هي كده خلاص بدأت تستوي. كان عندي طبعًا
خضرة وشبت وبقدونس 3 كده مع بعض، رُحت مقطّعاهم تقطيعة صغيّرة وهادّيهم تقليبة وهاطفي البوتاجاز طبعًا بعد ما تاخد لها غلوة غلوتين، وهاطفي البوتاجاز. طبعًا وأنتِ هتاخدي الكمية اللي أنتِ محتاجاها، والكمية التانية هتشيليها في علبة في الفريزر، وقت ما ييجي لِك كرنباية تاني أو وقت ما تشتري كرنباية تاني كده، هتطلّعي العلبة بكل سهولة وتغسلي حبّة رز وتحطّي على الخلطة، ويبقى أنتِ كده وفّرتِ على نفسِك بدل ما تعملي كل مرّة صلصة بتاعة المحشي، هتبقي وفّرتِ على نفسِك خطوة من خطوات حشو المحشي. زي ما أنتم شايفين لو عندِك كرنباية كبيرة هتقيسي لها كده 4 مجّات أو 3 مجّات ونُص من الرز إن شاء الله تكفّيها، ولو اتبقى حبّة رز ممكن تحطّيهم في فلفلاية، بتنجانية، كوساية كده، بحيث إن إحنا ما نرميش الرز بتاعنا. أنا هنا باحب أحُط الرز على جنب وآخُد بالكبشة الخلطة بتاعتي وأحُط حسب إن أنا الكمية اللي أنا محتاجاها وحسب ما أوصل لدرجة الصلصة كده مع الرز زي ما أنتم شايفين. لمّا أنتِ تحطّي الرز على الصلصة، يبقى ممكن تبقي عايزة رز كمان، تبقى الصلصة كتيرة، تبقى الرز قليل، لأ، فأنتِ حُطّي كمية الرز عايريه، وتاخدي الصلصة بتاعتِك وتحطّيها كده واحدة، واحدة لحد ما توصلي للون اللي أنتِ عايزاه، سواء أنتِ عايزاها حمرا أوي، سواء عايزاها وسط، سواء عايزاها زي ما أنتِ شايفاها كده جميلة إن شاء الله، وهنبدأ نلِف بالطريقة السهلة اللي أنا قُلت لكم عليها بإيد واحدة، وهنفرد كده على الصينية وتلفّي كده الصباع هيطلع معاكِ تمام التمام، وشكله زي ما أنتِ شايفة كده رفيّع وصغنطوط، ومش هياخد منِّك أي وقت ولا مجهود. الطريقة دي اعتمديها في لَف المحشي، مش هتاخد منِّك وقت وفي نفس الوقت هتخلّصي وتنجزي بسرعة بإذن الله. أنا ما كمّلتش حاجة الصراحة، لفّيت الكرنباية عملت معايا حلّتين وما أخدتش وقت، وطبعًا كانت حماتي موجودة عندي وكانت مستنية إن إحنا نتغدى مع بعض، فأنجزت الصراحة الطريقة دي أنجزت معايا، وطبعًا تِك، تِك، تِك خلّصنا الحلّتين بتوع المحشي، وهنبدأ نطلّع حبّة شوربة، حُطّي عليهم رشّة كده من الملح ورشة من الملح والفلفل الأسود، واغليهم كده وانزلي على الحلتين، وطبعًا هنرش رشة من الزيت، عندِك معلقة من السمنة البلدي أو معلقة من الزبدة حطيها برضه وأنتِ بتغلي الشوربة، حطيها في قلب الشوربة بحيث إن هي تدّيها طعم خطير إن شاء الله، تدّي لِك أحلى محشي إن شاء الله بطعم السمنة البلدي وريحة السمنة البلدي خرافة الصراحة، والمرقة دي طبعًا بتعلّي تيست المحشي معانا. هنسيبهم كده على نار هادية يستووا، مش هياخد معاكِ كده على النار ربع ساعة، تِلت ساعة وهتستوي. زي ما أنتم شايفين أنا باحب أحط رشة كده من الزيت، الزيت ده بيدّي لِك لصباع المحشي لمعة، ويخلّي الرز مفلفل من قلب في قلب الصباع بإذن الله، وهتاكلي كده صباع محشي زي ما قُلت لِك، هتخلّصي الحلة لآخر صباع وتبقي عايزة تاني. زي ما أنتم شايفين هنسيبها شوية كده على النار، وطبعًا نحضّر حبة سلطة معانا. أنا هنا كده باحب أوطّي طبعًا بحيث إن هي ما تحرقش معاكِ وتستوي كأنِك بتحضّري رز بالضبط. فهنسيبها كده ونبدأ نحضّر السلطة بتاعتنا. طبعًا أنا كان اتبقى عندي من قلب الكرنباية بتاعتي، اتبقى عندي كده فرخين كده صغيّرين كان طعمهم مسكّر، فشِلتهم كده عشان أعمل بيهم سلطة. هنا أنا حبّيت أورّي لكم شكل المحشي وهو بيستوي، شكله الصراحة خطير وريحته خطيرة. فزي ما أنتم شايفين كده قطّعت كام طماطماية، والفرخ اللي إحنا قُلنا طعمه مسكّر كده كان في قلب الكرنباية زي الكابوتشا كده، فكان طعمه مسكّر، فحبيت إن أنا أقطّعه كده مع شرايح الطماطم وشرايح خيار، وعندِك طبعًا كان عندي حبّة خضرة وحبّة شبت، حبّة بقدونس، قطّعت كلّه مع بعض عشان نعمل السلطة الجميلة بتاعتنا. مش هتحطي لها غير رشة ملح وفلفل أسود، وطبعًا رشة من الخل عشان الكابوتشا أو قلب الكرنباية اللي إحنا عملناه، الفرخ الصغير اللي بيبقى جوّه ده بيبقى طعمه خطير ومسكّر، فهتقطّعيه كده وترشي عليه ليمونة، وطبعًا رشة الخل بتضيّع لِك أي مزازة موجودة في الكابوتشا أو في الكرنباية اللي إحنا مقطّعينها كده مع السلطة. طبعًا الصينيين والكوريين بيحبوا ياكلوا الكرنباية كده قلب الكرنباية، والكرنباية نفسها بيقطعوها وياكلوها، طبعًا صحية جدًا ومفيدة جدًا، فأنتِ حاولي تحطيها كده وتستفادي منها في السلطة. وزي ما أنتم شايفين خلّصت السلطة بتاعتي، هنقلبها كده ونشيلها على جنب، وحلتين المحشي استووا معايا ما أخدوش معايا وقت الصراحة، وعملت لهم الأكل في الوقت المضبوط، وكان أكلة النهارده عملنا أحلى سلطة كده زي ما أنتم شايفين بقلب الكرنباية وحبة طماطم، حبة خضرة، حبة شبت،
حبة خيار، وطبعًا تبلناهم التتبيلة الجميلة بتاعتنا، وادي حلة المحشي الجميلة بتاعتنا، والحلة التانية ما أخدتش معانا وقت ولا مجهود. لو استفدتِ أي حاجة من الفيديو يا ريت كده، لو عجبك فيديو النهارده ما تنسيناش كده باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة، وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة.